بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا عملت صينية سمك يا جماعة بالسمك القراميط ده في الفرن. تحفة تحفة تحفة، حلوة قوي قوي. يلا بينا نشوف احنا اتعملت ازاي، وبألف هنا يا حبايبي. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. واللي عجبه الفيديو يحطوا له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل الجديد من اختكم محمد. يلا بينا نشوف احنا عملنا الفيديو الجميل ده ازاي، وبألف هنا يا حبايبي. صينية سمك جميلة 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 في الفرن. يلا نشوف الفيديو احنا عملنا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا عندي سمك النهاردة يا جماعة، اللي هو سمك القراميط الجزر ده. نضفته بطريقة حلوة، خليته زي الفل اهوت. نضفته خالص، خليته زي القشطة. وعندي هنا خرطت بصلة اهي، البصلة كبيرة وايه، وبدأت اشوحها كده في ايه، في حبة زيت. طبعا السمك لازم يكون في زيت يا جماعة، مش في سمن. تمام. بدأت اشوح فيها كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هتدبل بس كده، وهنحط عليها ايه، الطماطم. هنعمل احلى صينية سمك تاكلوها. طبعا مش عارفة السمك ده في ناس كده بتحبه، في ناس ما بتحبوش. انا من النوعية اللي بحبه يا جماعة. ده سمك كله جزر كده وحلو كده ما شاء الله عليه. وبعمله وبحطه في الفرن، بيبقى جميل جدا جدا، حلو قوي قوي. هنا خلاص البصله خدت كبرت بدأت تاخد لون اهو. هنعمل احلى صينيه سمك وبألف هنا يا حبايبي. الطريقه الحلوه دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. صلوا على النبي كتير يا جماعه عشان تاخدوا اجر، احنا وانا وانتم. واللي يصلي على الحبيب قلبه يطيب. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. كده خلاص البصله خلاص خدت لون بسيط كده. انا مش عايزه اكتر من كده، لان مش عايزاها تكون حمرا قوي. هنحط لها كده ايه، الطماطم مطلعاها من الفريزر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده هنسيبها شويه ونغطيها لغايه ما تفك معايا على النار. هنغطيها ونسيبها شويه اهو يا حبايبي. الصلصه خلاص كده فكت معايا اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا البصل عشان حمرا، بصل جديد من الاحمر، فهو باين قوي في الصلصه كده. تمام. هنحط لها بقى شويه ملح كده، وهنحط بص معلقه كمون، وهنحط يعني ربع معلقه فلفل اسمر. وعندي هنا بصله متخرطه، هي بصله نيه، هنحطها كده في الصلصه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ونقلب. تمام اهو. قبل ما نحط السمك، في ناس بتقلي السمك ده قبل ما تحطه في الصلصه، لا انا ما بقليهوش يا جماعه. انا بحطه في الصلصه كده ياخد غلوه، واقوم حاطه في الفرن على طول. بيطلع متحمر من الفرن كانك قلياه بالظبط. لسه حاجه واحده هنحطها اهو، معلقه توم مفروم. دي بتودي السمك في مكان تاني خالص. معلقه التوم دي حلوه قوي قوي قوي. تمام كده بقى. ما عادش بقى غير ايه، غير ان احنا نحط السمك ويغلي غلوه ونحطه في الفرن. بالطريقه الحلوه دي يا جماعه تاكلوا احلى صينيه سمك. انا مش عارفه السمك ده في ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبوش. ده السمك ده اسمه السمك القراميط. اه يا حبايبي كده الصلصه خلاص اتسبكت زي ما انتم شايفين كده. والسمك عندي مغسول بسم الله ما شاء الله، جزر جميله جدا جدا. طبعا في ناس بتقليه بتديله قليه، انا ما بديلوش قليه ولا حاجه. انا برصه كده في الصينيه واغليه غير واحطه في الفرن على طول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بالطريقه الحلوه دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سمك مغسول فل كده فل كده اهو. هغليه غلوه واحده وهولع الفرن واحطه. بيقعد في الفرن اكتر من ساعه وربع. يحمر وشه ويطلع من الفرن، هيطلع من الفرن ان شاء الله. ونشوفه بمشيئه الرحمن. كده مش ناقصه اي حاجه غير ان احنا نحطه في الفرن بس.
نحطه في الفرن، وان شاء الله باذن الله بعد ما يطلع من الفرن هنشوف السمك معانا من مشيئة الرحمن. اهي يا حبايبي بدأت تغلى اهي كده. بقى ايه، هنزلها على الفرن على طول. ولعت الفرن على اعلى درجة حرارة كده، ننزلها على الفرن بقى بمشيئة الرحمن تتحمر وتغلي وتستوي وكله في الفرن. يلا بينا نبدأ نحطها في الفرن بمشيئة الرحمن ونصلي على النبي. اهي يا حبايبي كده حطيتها في الفرن اهي، تاخد راحتها بقى ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص زي ما هي عايزة. اهو يا حبايب قلبي كده السمك طلع من الفرن، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، محمر وزي الفل. زودناها بس كوباية واحدة مية، واكتر من كده مفيش، بصلصته بحاله كده، بسم الله ما شاء الله. صينية سمك تحفة تحفة تحفة. وبألف هنا يا حبايبي، واللي عجبه الفيديو يحط له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. دايما اقدم لكم الجديد يا حبايب قلبي. شفتوا الجمال ده؟ بألف ألف هنا، ما شاء الله، اللهم بارك، زي العسل. أشوفكم في كل جديد بمشيئة الرحمن. مع ألف سلام. مع السلامة حبايب.